نبداو. بسم الله توكلنا على الله. فعلا خلاص ما فيش بطولة كان في المغرب، ما فيش بطولة في المغرب. بطولة ممكن يتم إلغائها، ممكن يتم تأجيلها، ممكن يتم نقلها. تمام؟ أنت تتكلم جد؟ المغرب بتستنجد بالجزائر في هذه الكارثة الكبيرة جدا لإعادة العلاقات مرة أخرى، والجزائر ترفض إعادة العلاقات لأسباب أكبر من كرة القدم وأكبر من البطولات. والله لو تفتح راسي وتروح لمخي وتروح للفص الأيمن في المخ وتحط معلومتك لن أصدقها. رسميا إلغاء كأس إفريقيا 2025 من المغرب بسبب أوضاع أمنية. خاوتنا رايحين نحو كوب دافريك من المروك بسبب الأوضاع اللي راهي صارية تماك، ونورمال مبارك حين نقلوها لمصر. دوك نتوما قولوا لنا خاوتي وين راكم حابين نلعبوا كوب دافريك. أنا بيرسونالمون نحبها في مصر، وين دينا وإن شاء الله نزيدو ندوها. هذه الجماهير تستطيع أن تعود إلى الاحتجاج يوم افتتاح البطولة، وسوف لن تستطيع القوات المغربية بكل أطيافها أن تقف أمام المد الجماهيري عندما يثور على المخزن وعلى أنا خاوتي بالدليل المغرب غير جاهز لتنظيم كأس أفريقيا 2025. هذا نداء للشعب الجزائري اللي ناوي يروح يتفرج كأس إفريقيا اللي غاينظموها في مملكة بوسبير. قلت لك غاينظموها لأنه مازالها مبنية للمجهول. هذا نداء بالمقاطعة، لأنه أنت كمشجع جزائري لازم تعرف بأنه عندك وزن وعندك قيمة. والله ما كذب اللي قال لكم سيرتيفيكا ميديكال، قسما بالله ما كذب. لأنك جزائري، فيك الدماء والعروق الجزائرية، حفيد الشهداء. تروح للبلاد هذه، البلاد هذه خويا العزيز مؤخرا وزير خرج وقال انه 18 مليون فاصل 2 مصاب بمرض الايدز. 14,000 بيت دعارة في العاصمة فقط، بيع الخمور في محلات الحليب. ومنا يا شعب لازم تكون تحسم، يحسم واش تقصدوا له بتحسم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الفصل. الشيء الثاني والاهم واللي هو مهم، هاد البلاد اللي راك رايح ليها انت، شكون المستثمرين اللي فيها؟ الشركات اللي فيها والفنادق ملك لمن؟ والمطاعم والساحات الكبار واللي نظموا التظاهرات هادو شكون؟ ولا انت بقى. الدرجة الأولى فرنسا، الثانية إسرائيل. قضاء. انت تروح الفندق ما على بالكش الملك الفندق شكون؟ هو الملك تاعو إسرائيلي يهودي. وهما راه هادي باش ديرها مليح في راسك راح يستعملوها بعد كأس إفريقيا. يبداو يقول لك انتوما الشعب تاع الشعارات، نهار كامل انتوما تقولوا مع ها البلاصه اللي كنت فيها، ها الفنادق اللي كنتوا فيها شكون، هاكم انتوما ساهمتوا، هاكم انتوما شتوا. والرساله اللي باغي نوصلها لك خويا الجزائري، الدماغ دي دماغ مجرم بصحيح. تساؤلات وشكوك قد تصل إلى درجة الريبة رفيق في جاهزية المغرب اللي كان 2025. نحن نعلم أن المغرب غير جاهز لاستضافة كأس إفريقيا. هل سيتم سحب تنظيم كأس إفريقيا 2025 من المغرب؟ استند مستخدمون في ادعاءاتهم على هذا الفيديو تحديدا هنا المنسوب لقناة فرانس 24. عندهم كوب دافريك في 2025، نروحوا دوكا نشوفوا الملاعب تاعهم ما كاش. شفنا ملاعب ليست موجودة على أمر الواقع، وهذه الصور توضح ذلك. نعم، ملاعب عبارة عن فوتوشوب وأقلام تلوين وضعت في حبر على ورق. نعم، حبر على ورق، وضعت في الموقع الرسمي حتى يصور للعالم أو الجمهور الرياضي أن المغرب يملك بنى تحتية ومنشآت وكذا، لكن في أمر الواقع هي كلها منشآت متهالكة، وهناك
منشآت غير موجودة أصلا على الأرض الواقع، مثلا مثل ملعب الحسن الثاني. ما حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. والأدهى والأمر والد أنه هذا الملعب في السعة الاستيعابية للجماهير 150,000 مشجع. نعم، شيء عجيب، هو يتجاوز ماراكانا، حتى ماراكانا في البرازيل. نعم. أكبر حشاش في هذه الكرة الأرضية هو الجزائري. ما يربح ما يخلي الناس يربحوا. عندك كوب دافريك 2025 راح تلعبوهم في ملاعب قديمه. واش من الملعب هذا اللي تهضر عليه يا اخي؟ اروح ناقشني. واش ملعب مغطى ما عندك؟ الملعب تاعك تروحوا تشوفوا الماتش تاع الرجاء الوداد تصب شتا تروحوا للدار. مانيش نخترع من راسي، ما عندكمش ملاعب. روح يا اخي حوس على ملعب المجاهد الراحل حسين يتحمل. ركز لي على المجاهد. اذا تعرف كلمه مجاهد وتعرف الجزائر ومعنى وما ادراك ما الجزائر. فرنسا راهي امنا وهي رباتنا وعطات لنا هذا الخير. لو كان مع فرنسا راهو الشر يقتل فينا. واش نجموا نعملوا حنايا؟ ابره ما نجموش نعملوها. المغرب ليست افضل منا وليست اغنى منا حتى يكون عند المغرب ملاعب مثل تضاهي ملعب البرنابيو او اقل منه شانا بقليل. تكنولوجيا البطاطا الناس ماهيش قادره تشريها، الماء ما كاش، يجيك خطره في السمانه تقول لي اراده شعبيه باش يبنوا ستاد ب 600 مليون اورو. 24 خانه تروح كملوا الربانين. انا اللي شفت انا الربانين نخرج باش نغسلوا الصدق تاعنا باش نغسلوه باش بالتفاج. بيناتنا انا نعطيك 10 سنين منا على 10 سنين اذا بناو ملعب كيما هذا في الجزائر نروح ليا وهاو الفيديو يبقى ونتحاسبوا انا وياك. والله ما يبنوا. طمني عنك من شان الله، من شان الله طمني عنه. هل تستحق المغرب استضافة؟ لا تستحق. لا كأس افريقيا، انا لا كأس لا كأس افريقيا ولا كأس العالم. نظرا احنا لو كان نولوا المنشآت الرياضية نحن الاولى بكأس افريقيا وحتى كأس العالم، ماشي مع بلد او اثنين، وحدنا نقدروا نستضيفوها بالمنشآت الرياضية اللي عندنا اليوم. وهاني ودي اصدقك بس قوية استمروا. فقط صراحة تفكرت انا لما قلت لك تم تكلمت على رئيس ديالنا حفظه الله، لما قلت لك باستطاعة رئيس تاعنا يدير لنا دو كوب دي موند وميم طون. هاني نعاودها لك اليوم نقولها ونفتخر بها، لانه عندنا رئيس اللي يخدم الوطن والمواطن. تبارك الله على عمي تبان، بارك الله على عمي تبان. الله يبارك فيك. يطلبوا الشعب المغربي، الناس ما عايشه مليح، يسمى نحاو كل شيء لحقوق الشعب المغربي جست باش يديروا لا بوليتيك وما قدروش عليها. كان فيه قروض لحقوا للقرض. نعم كانت فيه قروض لزلزال الحوز وغير ذلك. ما لقيت ما نقول، والله ما لقيت ما نقول، الله ينال اللي ما يحسن. روح شوف القجع تاعك تعرف علاش تنقيت الفيفا. شوف رئيس الاتحادية ورئيس الجامعة المغربية تاعك لكرة القدم وش يدير في الكواليس. تعرف التنقيط تاع الفيفا، تعرف التنقيط تاع الكاف، تعرف التنقيط تاع إصابة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وما تفعله بإيعاز من البعبع الوهمي اللي هو فوزي القجع رئيس الجامعة المغربية تاع الكولسة. ما تجيش تقول لي التنقيط تاع الفيفا، راكو شاريين الفيفا، راكو شاريين الكاف، راكو شاريين الاتحاد الافريقي، راكو كلش. هذا المخزن يتحكم في جون افريك، في ليكيب تاع السبور، يتحكم في البنك الدولي، يتحكم في الفيفا، يتحكم في الكاف. يودي هادو الولايات المتحدة الامريكية وما يقدرونهمش. يديروا لنا الحرائق في منطقة القبائل، يحرقوا الجزائر، يتآمروا، عندهم عملاء، عندهم شوقي بن زهرة عميل. يا صاحبي يمشيو في الامارات باش تتآمر على الجزائر. قوة طاربة. انتم هادو اعداء تاعكم والله راكم تشكروا فيهم. فالقجع وجماعة راهم يديروا في مناورة باش يكفيهم الوقت لاستكمال
البناء نتاع الملاعب والحاله تاع الملاعب الان راهم يبنوا فيها مستحيل تكون جاهزه في 2026. ماهوش ما عندهمش الجاهزيه، ما راهمش جاهزين. الموضوع داوه من باب تغننت. الجزائر دخلتهم في حيط، الجزائر جبدت روحها ودخلوا في حيط. هذه هي القصه نتاعهم. اما انه الجزائر جاهزه ام ليست جاهزه، الجزائر جاهزه لاستقبال اي تظاهره رياضيه. اذا كان الموضوع موضوع ملاعب ووفرت ملاعب، الملاعب موجوده في العاصمه. هنا عندنا ملعب 5 جويلية جاهز، وعندنا ملعب نيلسون مانديلا جاهز، وعندنا ملعب الدويره تقريبا جاهز، يعني جاهز. ملعب تيزي وزو جاهز، تاع البليده مصطفى شاكر جاهز، وعندنا ملعب في قسنطينه جاهز، وعندنا ملعب في عنابه جاهز، وعندنا مجمع رياضي متكامل عالمي، يعني مدينه رياضيه متكامله في وهران جاهزه. انك تعلم اني اعلم انك كذاب. فين غادي؟ فين هو غادي؟ تنظيم مازلنا بعد بزاف تنظيم مازلنا بعد فور، مازلنا بعد في التنظيم. رجال هاماني خايف اذا يعطونا كوب دافريك، عبالك اذا يعطونا كوب دافريك ويصير هذا الشيء كاع غير ما كله. طرطق الزيق الطريق البنيان بالبيطون بالسيماز بالعياط البلاد بزاف، الشعب يجري الخردة لاصونات الحس افتر واري زافكات الخردة يا صاح. هيا امشي يا وين راحوا الكراسه عمي، وين راحوا الكراسه؟ جيب معاك كرسي من الدار باش تقعد اخويا. ما عندناش كراسه احنا، عندنا غير الشوفير وعندنا الفوله، لا فرانات لا نمي. باتنا هيا بلاصه ماشي بلاصه نعمرو نمشي خويا. بتقنية الرش بالتيو في أوغندا تم تحضير عشب الملعب الذي يتدرب عليه المنتخب الجزائري المشارك في الشان الإفريقي في أوغندا. طبعا طريقة أعجب بها كثيرا الناخب الوطني مجيد بوغرة، خاصة وأنها مستنسخة من طريقة الرش الاحترافية في الديرنيير ليغ الجزائري المنحاز. هذا الصاد بالذكاء الاصطناعي وما يكملش في ديسمبر. عليه مسكين راه يبان الصني تاع كارانتيكا ولا بلا تاع تيغاميس وميزه مازال لي تريبين بروجيكتور تاع الضو. الله يسهلنا لك خويا، كمله في الوقت. هي شغلانه بقى. انت بغيت تنظم، هيا دب راسك ولا جيب شناوه ولا جيب تاع امريكا نكملوه خويا، نديرو به السبه. كمل لي الصاد خويا، انت بغيت تنظم دبر راسك. حنا بروحنا رانا قاعدين اننا نديرو به السبه. كمل لي سطات خويا، نلعب في هذا صحيح. حنا تبروغرامينا بلي نلعبوا في هذا. هذا تصور تاع الملعب اللي راح يحتضن مباريات المنتخب الوطني في كأس إفريقيا 2025 بالمروك. هذا الملعب هذا تاع مولاهم الحسن في الرباط، السعة تاعو 22,000 متفرج. هذا الملعب أنشئ في 2012 وبعدين تقرر إعادة بناؤه من جديد. بدأت الأشغال فيه في أكتوبر 2024. نسبة تقدم الأشغال في هذا الملعب 15%. المعلومة اللي احنا نصدمكم بها أنه في العادة الملاعب الطبيعية أو ذات العشب الطبيعي تدي وقت على البناء من 18 شهر إلى 3 سنين أو أكثر من 3 سنوات.
حسب التعقيدات وحسب الظروف الجويه وحسب الصدف اللي تجي في وسط الاشغال هكذا بالك تطول. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيته يعني. مولاي حسن بالرباط صحيح، عرفنا مع ما غادي نلعبوا، وعرفنا وين تا غادي نلعبوا، وعرفنا اسم تاع الملعب اللي غادي نلعبوا له. بصح الكارثه الكبرى تعرفوا شاه؟ شوفوا الملعب دركا كي راه. واه ما فهمتش انا. باقي عام وين؟ باقي 11 شهر. باقي 11 شهر على بداية كأس أفريقيا 2025. شوفوا ملعب مولاي حسن اللي غادي يستقبل فيه المنتخب الوطني الجزائري منافسيه، شوفوا كي راه خوتي. فهمتش؟ عارف قطر قعدوا 10 سنين باش داروا 6 تاع ملاعب، والمغرب ماشي عارف مازال ماشي غير هاد، ماشي غير ستادنا، ستاد كاع تاع لي ستاد كاع كومبلي، كاع لي ستاد اللي يديروا فيهم كوب دافريك كاعهم كيما هاكا. مش عارف دوك تبان في اخر ان شاء الله. صورة لملعب الرباط. لم أكن أتوقع بأن المغرب الأقصى يمتلك ملعب كارثي مثل ما هو عليه ملعب الرباط، والذي احتضن إحدى اللقاءات وكانت على ملعب يصلح لأي شيء إلا لبعث الأبقار، يعني لتأخذ من ذلك العشب ما تراه مفيد لبطنها. أرواحوا نتأكدوا نفيريفيو الملاعب. أنا هو اللجنة فحص الملاعب أخوتي أبو صالح. أرواحوا نفيريفيو الملاعب أخوتي درجة درجة. مش محتاجة حاجة يعني. أرواحوا تشوفوا الكوارث أخوتي. لا ما يمكنش ما يمكنش. الله على التشوه البصري، اسمحوا لي يا أخوتي على شوف الحمورية هذه والحال يا لطيف يا ستار. يقول لك ملعب مدرجات والحالة مواصفات عالمية خاوتي، والله غير سويسرا افريقيا هاكم نشوف. الله باطا ظلامات، والله ملعب الظلامات ها وراه ملعب مراكش الظلامات خاوتي. هذا افخم ملعب وقيل في المروك، هذا هو الملعب المغطى. هذا يعني هنا طيز خاوتي شوف وراه هارب عليكم المغرب، هارب عليكم المغرب خاوتي. هذا راه في الشمال، راه قريب لإسبانيا يا خا. عندك اخطا شنو هذا يا ولدي؟ جبيك المروكي شنو هذا؟ هذا هو الملعب، ما عندهم حتى ملعب مغطى خاوتي. شوف ملعب شنو هذا خاوتي؟ ملعب الأولمبي هذا راه هذا نسميه الأولمبي والله. كيف داه الواد والله شني جاتو الحملة هذا. A few moments later. 6 months later. السلام عليكم. الأقجع يبدأ الكواليس مبكرا، والجمهور الجزائري ممنوع من حضور مباريات منتخبه في كأس أفريقيا. هي التعليمات تاع المنتخب الوطني الجزائري خلاص وقع خوتي. أو يا رسميا فات هذاك المباريات المنتخب الوطني الجزائري في كأس افريقيا اللي غادي نلعبوا مع بوركينا فاسو مع السودان مع غينيا استوائية. رب العالي، انا حاجه باين نفهمها غير حاجه، شكون شراهم؟ سؤال جواب، شكون شراهم؟ قول انت بقى. يا له حاله abonnez-vous ça donne les tickets. ايوه قلتش حاجه انا بقى، اسكت يا ده هو اللي بيقول. Ça donne des billets les gars. Ça c'est comme notre fédération. Là c'est comme notre fédération. Là هو كيقول سي نوتخ فيديراسيون، يعني الاتحاد الجزائري لكرة القدم. Ça se va c'est notre fédération, c'est notre fédération nous prennent des chefs. Ça va jeter les billets. والله vous faites honte, والله vous faites honte. لا honte ولا كريم. Frérot, c'est de la faute du président ça. متعودة دايما.
vous faites ouf là c'est des clochards. Ça a jeté les billets. Ça c'est de la faute de ça. Là c'est tous des clochards. Vous faites pitié, wallah vous faites honte. Tu pas les trucs comme ça. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ الله يبارك بسم الله ما شاء الله. دوك فهمتوا على كي تشوفوا الاستاد اللي حيلعبوا فيه ليكيب ناسيونال في الكان تاع 2025 في المروك يجيكم بزاف بيزار، بصح كي تشوفوا الاستاد اللي مدوه لتونس ومصر تفهموا باللي مازلنا شويه عزاز عند المناركه، داروا معنا الوجه يا خاوتي، ريشيرشيو عليهم تفهموا. واش الشبعان راه كيتعاشر مع كل شيء، والجيعان كيتعاشر مع اللي كيوكلو. الا كانت حاجتكم عند الكلب كتقولوا لي سيدي حنا الكلب ديما كيبقى عندنا كلب وخا يدير سلسله ديال الدب. ديروا جيم ابوني بارطاجي